صديقي المعلق الصوتي المبتدئ، أرجوك ما تقللش من موهبتك ولا تبخس قيمتها، والكلام ده بقوله ليا قبل ما أقوله لك. لو لقيت حد بيطلب عمل تطوعي وهو هيكسب من العمل ده، أرجوك اطلب تمن شغلك. ولو شايف إن الحركة دي أنت بتعملها علشان تبني بورتفوليو خاص بيك، تبقى غلطان، لأن في طرق كتير تقدر تبني بيها بورتفوليو من غير ما حد يستغلك. إزاي؟ زي إنك تعمل صفحة لنفسك أو قناة على يوتيوب وتبدأ تنزل عليها عينات غير رسمية للحاجات اللي بتعرف تقدمها. حد دلوقتي يقول لي طب أنا ما بفهمش في المونتاج أو الهندسة الصوتية. بكل بساطة أنت لازم تتعلم الموضوع ده، أو ممكن اقترح عليك 3 سيناريوهات وانت اختار منهم. السيناريو الاول، انت عندك وقت بس ما عندكش فلوس، ساعتها محتاج تتعلم وتطور مهاراتك مش بس الصوتيه. استغل وقتك في انك تتعلم حاجه زي المونتاج او الهندسه الصوتيه، لانها ممكن تكون ليك مصدر دخل تاني جنب الفويس اوفر. اما السيناريو التاني فهو انك عندك فلوس بس ما عندكش وقت، ساعتها هتشوف حد يعمل لك اللي ما بتعرفش تعمله وتدفع له ثمنه، وانت استثمر وقتك في تطوير موهبتك. السيناريو الثالث، في جروبات كده بدربها بيحصل بينهم وبين بعض كيمياء، وبسبب حبهم للمجال كل واحد فيهم بيبقى شاطر في حاجه، ساعتها بيتفقوا مع بعض وبيكونوا فريق ويعملوا مثلا صفحه او قناه على يوتيوب، يتعاونوا مع بعض وينزلوا شغلهم على قناه واحده، وفي خلال الفتره دي كل واحد فيهم بيتعلم من التاني الحاجه اللي ناقصاه. من الاخر يا صديقي، موهبتك رزق، واحترامك ليها هو اللي يكبرها ويخلي الناس تقدرها. فارجوك احترم موهبتك واسعى صح عليها. ودلوقتي عايزك تقولي في الكومنتات، شايف اي سيناريو من اللي انا اقترحتهم عليك مناسب ليك؟ ولو لسه بتبدا في التعليق الصوتي، البودكاست او صناعه المحتوى، وعايز معلومات تفيدك اكتر عن المجال، تابعني وتابع الفيديوهات اللي جايه. انا محمد مشالي وهساعدك عشان تبدا.